قصتنا بتبدأ وسط معركة كبيرة جدا بين جيش مملكة كين الصينية وبين الثوار، وللأسف الحرب كانت مدمرة وجميع المقاتلين ماتوا في الحرب إلا جندي واحد بس من جيش الثوار، وبيكون اسمه جاكي. وجاكي يبقى فلاح بسيط ومش بيحب القتال، لكنه اشترك في المعركة مع أخوه الكبير اللي مات في المعركة. وبالصدفة لما جاكي كان بيدور على الناجين من الحرب فاكتشف إن قائد الثوار لسه على قيد الحياة، فجاكي اتخض منه. ومن هنا قائد الثوار استجمع كل قوته ودخل في قتال مع الأمير وانج قائد جيش المملكة، لكن الأمير وانج قدر يغفله وخلص عليه في ثواني معدودة. أما جاكي الخبيث فضل مستخبي طول الفترة دي، وبعد القتال أخد الأمير رهينة علشان يسلمه للثوار ويكسب منه فلوس. ومع إن جاكي عدو للأمير إلا إنه هو طيب ودوى جروحه وتأكد إن هو بخير، ده غير إن هو فضل يهزر معاه طول الطريق ويقول في نكت. بس لما الاتنين كانوا بيستريحوا فجأة وبدون سابق انذار في مقاتل ظهر من مكان مجهول وهجم على جاكي واصابه بالسيف. والمقاتل ده حاول يفك الامير وانج، لكن الامير وانج رفض مساعدته لان المقاتل ده يبقى واحد من الخونة اللي غدروا بيه. ومن هنا وانج خلص عليه تماما، وبعدها حس بالحزن لان كل اتباعه خانوه وتسببوا في هزيمته، وقرر ان هو يخلص على نفسه. اما جاكي اكتشف ان هو لسه حي لان السيف اصاب ازازة المية بدلا من جسمه، وبعد كده لحق الامير على اخر لحظة ووقفه عند حده. وفي نفس الوقت ده بنعرف ان يو اخو الامير وانج قال لاتباعه يفتشوا ارض المعركة علشان يتأكدوا ان الامير مات، ويو يبقى هو اللي تسبب في خسارة أخوه في القتال من أجل ورث الحكم من بعده، وبعد كده هيسيطر على كل المملكة. وأول ما عرف إن وانج لسه حي فيو أمر جنوده إنهم يدوروا عليه ويقتلوه في أسرع وقت ممكن. أما جاكي اتمشى لحد ما وصل لبيت مهجور وسط قرية فاضية، فخلى الأمير وانج يستريح من الرحلة وبدأ يدور على أكل. ولما جاكي كان بيدور في المطبخ فاتفاجئ بصاحبة البيت وفضلت تترجاه علشان ما يقتلهاش لانه لابس زي جنرال الحرب، وكانت خايفة منه جدا وما تعرفش ان هو فلاح بسيط. وطبعا جاكي استغل الموقف وخلاها تجيب له اكل وشرب ببلاش. وفي وسط الليل لما جاكي ما كانش واخد باله فالامير طلب من البنت تفك قيوده علشان يهرب، فالبنت غفلت جاك العبيط وفضلت تشربه خمرة لحد ما سكر وفقد الوعي. وتاني يوم الصبح جاكي فاق من النوم واتفاجئ ان الامير وانج فك قيوده وبدأ بالقتال معاه لان جاكي مسكه رهينة وكان عاوز يسلمه للثوار علشان يكسب من وراه فلوس. ومن هنا بتظهر مهارات جاكي الاسطورية بالفنون القتالية بسبب ممارسته للكونج فو من صغره، ده غير ان هو قدر يتفادى كل الضربات. فالامير وانج مسك السيف وحاول ان هو يخلص على جاكي، لكن في وسط المعركة السيف لبس في عمود خشبي وبالصدفة الامير جرح رقبته وخلص على نفسه بدون قصد. ومن هنا جاكي استغرب جدا من اللي حصل واخد جثة الامير علشان يسلمها لرئيس الثوار، لكنه اول ما وصل فرئيس الثوار افتكروا بيكذب عليه وقال ان هو خاين وقرر يعدمه. بس فجأة صحي من النوم واكتشف ان هو كان بيحلم، ولما بص على الامير لقى مربوط زي ما هو وما اتحركش من مكانه. فجاكي وضع الامير على العربية وقرر ان هو يمشي من البيت المشؤوم ده. وبالفعل جاكي اخد الامير وانج وانطلق علشان يسلمه الرئيس الثوار من اجل مبلغ مالي ضخم. ولما جاكي كان في الطريق فشاف طفل صغير جعان فأعطاه آخر قطعة من الأكل معاه واستمر في رحلته، لكن بالصدفة اتفاجئ إن الأمير وانج فقد الوعي بسبب الشمس الحارقة والأمير ما كانش بيتحرك. فجاكي فضل يفوق فيه بالعافية وفضل يبخ عليه مية باردة، وجاكي والأمير وانج فضلوا يتمشوا لغاية ما دخلوا الغابة، وهناك اتفاجئوا بمجموعة من الناس الفقراء
الفقراء. وفي البداية الناس دول كانوا عاوزين يقتلوا الأمير وانج لأنه كان شخص غني وأحد أتباع العائلة الملكية، لكن جاكي دافع عنه وقرر يعطيهم العربية الخشبية وكل الأكل اللي معاه مقابل إنهم يسيبوهم في حالهم. وبعد ما جاكي سلم كل ممتلكاته للفقراء، فالأمير وانج غفله ونزل فيه طحن لأن هو السبب في المشاكل دي كلها. ولما جاكي والأمير كانوا بيتخانقوا، في دب ظهر فجأة، فالاتنين قرروا يثبتوا في مكانهم لحد ما الدب قرب عليهم وخد قطعة من الخبز ومشي من المكان. ومن هنا جاكي قال للأمير وانج يبطل مشاكل لحد ما يوصلوا لزعيم الثوار علشان ينهوا مهمته بسلام. وفي الوقت ده بنعرف ان يو اخو الامير هو وجنوده تتبعوا اثار عربة جاكي علشان يقدروا يوصلوا له. ومن هنا جاكي فضل يجر الامير على الارض لحد ما تعب، ولما حاول يحركه فما كانش قادر لان العربية بتاعته اتسرقت منه. فجاكي شال الامير على ظهره ومشي بيه، لكن بالصدفة لمح يو اتباعه جايين من بعيد، فجاكي قرر يستخبى وسط الاشجار. بس للاسف يو واتباعه كانوا اذكياء جدا وقدروا يعرفوا ان جاكي والامير كانوا موجودين بمكان قريب منهم، لانهم مسكوا واحد من الناس الفقراء اللي سرقوا العربية الخشبية. ومن هنا الامير وانج قال لجاكي يفك قيوده علشان يقدر يتحد معاه ضد اخوه يو والجنود بتوعه، لانه ما يقدرش يهزمهم لوحده. فجاكي وافق على طلبه وحرره من الاسر، بس للاسف رجله كانت مصابة وبيعرج عليها. ومن هنا جاكي عمل خلطة طبية وقرر يعالجه، لانه لو فضل على الحال ده ممكن يتسبب في خسارتهم في القتال. وللاسف اول لما الامير وانج عالج رجله فتكبر وقال ان هو لو مش مصاب فهيقدر يمسك اخوه هو واتباعه ويخلص عليهم لوحده. وطبعا جاكي اتضايق منه جدا وقال ان هو متكبر، علشان كده اتحداه في قتال بالعصيان الخشبية بشرط ان هو هيستخدم رجل واحدة بس، وبكده الاتنين هيكونوا متعادلين في القتال. وبالفعل القتال ما بينهم بدأ، وفي بداية القتال الأمير سيطر على جاكي لأنه محترف بالمبارزة. ولما جاكي حاول يتصدى ليه فكان بيفشل فشل ذريع، وفي النهاية جاكي اتمسك واتطحن واتهزق بشدة، فانتهز فرصته وغفل الأمير وانج وضربه على دماغه. وبعد كده ربطه من جديد وقال ان هو غير رأيه ومش هيتعاون معاه ضد اخوه واتباعه. ولما الأمير فاق من الغيبوبة فجاكي احضر له اكل وطلب منه يستريح، بس فجأة الاتنين سمعوا صوت شخص غريب جاي من مكان بعيد. ومن هنا جاكي عمل فخ وقدر ان هو يوقع الشخص ده من على الحصان، لكنه اول لما اتكلم معاه فاكتشف ان الشخص ده يبقى واحد من الثوار وكان زميله في الحرب. اما الامير وانج غفل جاكي واخد الحصان وهرب من المكان في ثواني معدودة. وطبعا جاكي اتعصب جدا وحاول يمسكه، بس للأسف يو وجنوده ظهروا واخدوه رهينة هو وزميله. وفي البداية اتباع يو سألوا جاكي عن مكان الامير وانج، لكن جاكي رفض ان هو يقول على مكان الامير، فيو اتعصب بشدة وقرر ان هو يخلص عليه تماما. وبالفعل جاكي وصديقه انضربوا بالسهام وكان باين انهم ماتوا، لكن فجأة جاكي فاق من جديد لان الدرع بتاعه حماه من ضربة السهام، وبدأ يجري في وسط الغابة من يو اتباعه. وقبل ما جاكي يتمسك فكان في مجموعة من الهمجيين ظهروا وسط الطريق، فجاكي اتسلل من وسطهم بدون كلام وكمل في طريقه. اما يو وجنوده رفضوا يواجهوهم وسابوا جاكي يهرب لان الهمجيين اقوياء جدا. وفي نفس الوقت ده الامير وانج اتسلق لاعلى الجبل مع الحصان اللي سرقه من جاكي، لكن الحصان تعب من كتر المجهود وفقد الوعي تماما. فالامير قرر يكمل الطريق مشي على رجله، وبعد كده بدأ يصرخ وقال لاخوه يو ان هو هيرجع له من تاني علشان ينتقم منه وهيخلص عليه في اسرع وقت ممكن. حتى جاكي سمعه وما كانش عارف الصوت ده جاي منين، فقرر يبات في المكان ده لحد ما يمسك الامير وانج من جديد. وتاني يوم الصبح الامير طلب من 2 فلاحين يوصلوه لاقرب قرية، لكن وقت ما كان ماشي في الطريق فاتفاجئ بمجموعة من
البربريين بيهجموا عليه لأنهم لاحظوا ملابسه الغالية وعرفوا إن الأمير وانج من العائلة الملكية. وللأسف الأمير وانج معرفش يهرب واتمسك في النهاية. أما جاكي كان بيصطاد بجانب النهر ولاحظ إن البربريين جايين من بعيد وعايزين يمسكوه هو كمان، فحاول يهرب لكن بدون فايدة اتقبض عليه في النهاية. والبربريين أخدوا جاك المعسكر الخاص بيهم، وداخل المعسكر بتاعهم فبنعرف إنهم ماسكين رهاين كتيرة جدا وبيجبروهم علشان يشتغلوا عندهم. بس بالصدفة فجاكي لاحظ إن الأمير وانج موجود جنبه وعرف إن هو كمان اتخذ رهينة. وبعد ما جاكي والأمير وانج اتربطوا مع باقي الأسرى، فجأة وبدون سابق انذار الأمير يو أتباعه ظهروا في المكان. ويو كان عامل اتفاقية مع البربريين إن هو يعطيهم أكل وفلوس مقابل إنهم يسلموا الأمير وانج. ولما بدأ يدور على أخوه ما بين الأسرى فجاكي والأمير وانج استخبوا لكن بدون فايدة. وفي نهاية الأمر يو لمح جاكي والأمير وانج، ومن هنا جاكي خبط واحد من الأحصنة فسيف جندي من جنود يو أصاب قائد البربريين. ومن هنا المكان اتقلب لفوضى تامة، وطبعا البربريين نزلوا طحن في أتباع يو لأن قائدهم اتصاب. أما أتباع يو بدأوا بالدفاع عن نفسهم لأنهم ممكن يموتوا في أي وقت. وفي نفس الوقت ده جاكي والأمير وانج استغلوا الفرصة وفكوا القيود بتاعتهم، لكن فجأة مساعد يو ظهر وطلب من كل الأسرى يهربوا من المكان. ومساعد يو كان مقاتل قوي جدا وبارع في استخدام الأسلحة، وقدر إن هو يسيطر على الأمير وانج بالمعركة وكان هيخلص عليه تماما. ومن حسن الحظ جاكي اخترق الحيطة مع السور الخاص بيه وأنقذ الأمير وانج على آخر لحظة. أما يو فقدر إن هو يخلص على بنت رئيس الهمجيين، وأتباع يو ضحوا بحياتهم علشان يقدر يهرب بأمان. وجاكي والأمير وانج قدروا إنهم يستريحوا في الغابة ويخططوا هم هيعملوا إيه. ومن هنا جاكي حاول يغفل الأمير وانج ويربطه من جديد لأنه عاوز يسلمه القائد الثوار مقابل مبلغ من المال. فالأمير اتخانق معاه والاتنين نزلوا طحن في بعض لدرجة انهم اتدحرجوا من اعلى الجبل لدقايق طويلة. وفي نهاية الامر وقعوا في كهف داخل الارض وما كانوش عارفين يحددوا اماكنهم. ومن هنا جاكي حس بالاحباط وقال ان هو هيموت بدون ما اي حد يعرف عنه اي حاجة. وجاكي قال للامير ان كل حلمه يعيش حياة بدون حروب او مشاكل. فالامير وانج وعده انه لو هزم اخوه يو الخاين وبقى الملك فهيعمل معاهدة سلام وهينهي الحرب تماما. وتاني يوم الصبح جاكي لاحظ نور الشمس جاي من بعيد فتتبع النور لحد ما خرج من الكهف هو والأمير وانج. لكنهم أول ما طلعوا فقابلوا يو والمساعد بتاعه. وفي البداية يو قرر يقاتل الأمير وانج وينهي مهمته، لكن فجأة وبدون سابق انذار الهمجيين رجعوا من جديد وقائدهم كان عاوز ينتقم لموت بنته اللي اتقتلت غدر. وبالفعل قائد الهمجيين حاول يقتل يو والمساعد بتاعه وهجم عليهم بشراسة عالية جدا. فجاكي طلب من الأمير يستغل الفرصة ويهرب من المكان، لكن الأمير وانج قلبه حن ومرضيش يسيب أخوه لوحده وبدأ بالقتال معاه. ومن هنا جاكي شتت تركيز بقية الهمجيين وخلاهم يطاردوه ما بين الجبال، ده غير ان هو بدأ يرمي عليهم الحجارة بس بدون فايدة. وفي نهاية الأمر الهمجيين سيطروا عليهم. فيو زعق وقال ان هو اللي قتل بنت القائد بتاعهم، وبعد كده خلص على نفسه علشان القتال ما بينهم يقف. لكن قبل ما يموت اعتذر لأخوه وانج على خيانته وطلب منه يسامحه. وأول ما قائد الهمجيين عرف ان يو مات وحق بنته رجع فانسحب من المكان هو وأتباعه على آخر لحظة. وبعد المعركة دي فجاكي عبر بالأمير وانج داخل النهر وسابه يمشي في طريقه بدون ما يسلمه لقائد الثوار، لأن وعده إن هو هيعمل معاهدة سلام وهيوقف الحرب. ومن هنا بيخلص فيلمنا. أنا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية. وما
تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.